جربت نص الايه، لان أنا خلاص خلصت السندوتش. كبده الاسكندراني، ايه الحلاوه دي؟ عسل النحل نازل نازل اوبا. لا والله الجري، هل العسل ده اصلي؟ بيقول لك العسل ده لما بيتقطعش كده دي حصلت، يفضل كامل كده كده، ننسى ان هو العسل. عسل حلو، احلى دنيا كلها من احلى شاب، احلى مصر. مترو حبيبي. حبيبي 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 حبيبي، ها متر. والله احلى قصبة تشربها. قصب. ولا يهمك ولا يهمك، ده هنمسك. احلى من بره، انا اكلته من 11 سنه، 11 سنه 12 سنه والله. احلى من بره. خلينا نجرب تاني كده. طول ما هي الخيط ما بتتقطعش كده ومكامله مع بعضيها. انا كده مش الكلاب العسل حلو. انا مش سافرت عارف مصر نمشي اخر فين. مره من شهر انت ونص. لسه جاي من مصر، انا بقالي 10 سنين ما نزلتش مصر. انت عارف الكلام ده، الدقه والكشري. فخلاص كده انا هعيشك اجواء كده. طلبت معانا كشري في اخر اليوم. اللي احنا على اشراف كاس العالم وخلاص ان شاء الله قريب والمصريين ياخدوه، فقررت ان انا اعمل الفيديو احتفاليه بالماتش بتاع امبارح، وان شاء الله ناخد كاس العالم واكل اكل مصري. انتوا عارفين ان انا مقيم بره مصر، فقررت ان انا اكل اكل مصري، يبقى اليوم كامل كله اكل مصري، 24 ساعه اكل مصري. وهبدا بالفطار من المطعم هنا هو اسمه قلة. فخلينا نجرب الفطار ونقول لكم ايه راينا، ونبدا خطوه بخطوه، واليوم هيبقى جامد اخر 3 حاجات. فاجيت تجربه الاكل المصري هتبقى تجربه خالص مختلفه، وان شاء الله هيبقى جامد اخر حاجه. انا جاي مطعم مشهور جدا بيقدم الفطار مصري، فطير مشلتت والطعميه والفول والحاجات ديت، لكن انا هجرب الاكل المصري اللي مش متعودين عليه، اللي هو غير الفول والطعميه. هجرب بقى الفطير المشلتت يبقى معمول ازاي بره مصر، والعسل والحاجات دي كلها. فخلينا نجرب ونطلب الاوردر ونشوف الدنيا تبقى تمشي ازاي. وفي اكتر من مكان هنروح ان شاء الله، واكتر من مطعم. وفي قصة لمطعم تاني لست مصرية، هنحاول لو موجودة ان شاء الله نعمل معاها الانترفيو ونكلمها باذن الله. انتظرونا بقى وما تروحش بعيد، ها تتفرج على الفيديو كامل، وما تنسناش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. عشان ايه؟ عشان دعمنا ونتفرج على كأس العالم ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب كأس العالم، واول مرة على ما اعتقد في تاريخ المصريين نحصل ان احنا نوصل لمجموعة 16. يعني انا مش متابع للكورة جيد، ولكن على ما اعتقد احنا مش عارف، ما وصلناش جول 16 قبل كده. هو الجميل هنا في المطعم حاطين شاشات عرض، خلينا نفرج عليها. حد بيتجول في شوارع مصر، خلينا نفرج عليها. ايوه، وجالنا الفطير المشلتت، بس مش عارف يعني الفطير بتاعنا احنا طري، ده فطير ناشف مش عارف ليه. خلينا نجرب، نقول بسم الله. ده ودلوقتي مع الفطير المشلتت. صراحة هو جاي ناشف، مش عارف ناشف ليه، بس هو الفطير بتاعنا ما بقاش ناشف كده يعني. الجبنة دي نجرب بالجبنة ونقول بسم الله. وبلاش طعمه حلو، الفطير طعمه حلو صراحة، بس ناشف مش عارف ليه. وده المش عاملينه مش، بس هو مش بتاعنا. الجبنة المطبوخة اللي بيقولوا عليها في مصر. سامعين صوت القرمشة؟ نازلة من الفرن هنا علينا على طول. أحلى فطار ده ولا إيه؟ ولا عسل؟ إيه؟ ولا عايز المال مش عايز إيه؟
مم. وبعد التجربة بتاعة الأكل الفطير مشلتت، هنروح مكان تاني بقى نجرب فيه حاجة تانية خالص مختلفة عن الفطير. كمية الزيت صراحة كانت رهيبة اللي أنا أكلتها، شمس ضربة في وشي، والعسل حسيت إن أنا انتفخت، مش عارف قادر أكمل اليوم إزاي. المفروض في أماكن كتير هنجربها، شكلها مش هتبقى في أماكن كتير بعد الفطير اللي أنا أكلته دوت. يعني الفطير أنا أديله مثلا بالنسبة لي أنا مقارنة بمصر يعني هو 5 من 10. لا هو أفشخ حاجة أجمد حاجة ولا هو. أنا ما عجبنيش صراحة، اللي هو كان ناشف صراحة من فوق كده، بس طعمه حلو، طعمه حلو. الزيت والعسل سوري، الجبنة والعسل والقشطة والحاجات دي حلو. ومقارنة يعني مش عارف anyway، النهارده يوم احتفالي، يوم جميل، فخلينا نحتفل ونكمل بقية اليوم. دي المرحلة التانية أو المطعم التاني من خلال الأكل المصري في خلال اليوم دوت عشان كأس العالم. المطعم دوت من سنين عايز أجربه، وكل ما أجي أجربه يحصل حاجة، تحصل ظروف ما أعرفش أجربه، ولكن على سمعة المكان من أفضل الأماكن أو من أحسن الأماكن المصريين كلوا فيها وقالوا شكروا فيها جدا جدا. أيوه. أيوه يا معلم. حبيبي. للأسف أنا كل ده من حلاوة الأكل كنت بسجله والله، بس أنا عندي بيك أب فيديو هنا موجود. جربت نص الايه ده، انا خلاص خلصت السندوتش كبده الاسكندراني. ايه الحلاوه دي؟ مع الطحينه خام. مشط الحلال. ده احلى ممبار انا اكلته من 11 سنه، 11 سنه 12 سنه، والله احلى ممبار اكلته من 12 سنه، اقسم برب العزه. مين اتحاسب عليه؟ اكلته الممبار. ابداع، ابداع، والله ابداع. والله يمين يتحاسب عليه، من انضف الاكل ومن احلى الاكل اللي جربته، اكل مصري هنا في الكويت. لا مع الويسكي، الويسكي الحلال. احنا ما بقتناش الظروف اللي احنا كنا عايزين نصور مع الشيف ام حسن، هو اسم المطعم اسمه مطعم نعمه. لسبب ظروف معينه هي مش موجوده في الفرع حاليا دلوقتي، ولكن هنسجل مع حد يعتبر من ابنائها يعني، من الناس القدام والناس اللي شغالين معاها. وعلى حد علمي الست انا كنت قلت 20 سنه هي في الكويت، ولكن هي حاجه و40 سنه في الكويت. وفي نفس الوقت المطعم فاتح بقاله تقريبا حوالي 11 سنة. طبعا يعني مش عايز اقول لكم والله من سنين انا عايز اجرب، وسمحت لي الظروف اللي انا اجرب المرة دي. ده افضل مكان اللي انا اكلت فيه.
اول حاجه انا حابب اشكر طبعا الراجل اللي شغال في المكان دوت. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اسمك لغايه دلوقتي ايه. مصطفى. ايوه ان شاء الله اسمه مصطفى برضه. شرف لي. والله ده شرف ليا. لا ده شرف ليا كتير قوي. يعني 2 درش المراد والله. والله يمين اتحاسب عليه قدام الله عز وجل من افضل الاماكن اللي انا اكلت فيها اقسم بالله ربنا. يتحاسب على اليمين دوت. دي حاجه الثانيه. في شويه معلومات اللي قلتها هي صاحبه المكان او الشيف ام حسن. هو المحل اسمه نعمه لكن الشيف اسمها ام حسن. تمام. صاحبه المكان هي متواجده في الكويت تقريبا من 40 سنه او 43 سنه. 43 سنه 43 سنة وفتحت المشروع من 2015 والحمد لله رب العالمين بقى لنا 11 سنة دلوقتي. بنشتغل شغل بيت يعني هي ماشيانا على قاموس ده بيتك دي ضيوفك. بنتعامل مع الناس اللي هم اخواتنا جايين لنا بيتنا ضيف جاي بيت مش جاي مطعم. هو الموضوع مش موضوع بيزنس موضوع اللي هو عائلي. الحمد لله رب العالمين يعني حتى الممبار ما تشمش في زفر لان بيتعمل كانك بيتعمل في البيت. انا قلت له اختبار الممبار صراحه. والبط عندنا الحمد لله لا في زفر. الحمام الكلام ده كله. الكوارع بيبان فيهم الزفر اكتر بيحتاجوا شغل اكتر بس احنا الحمد لله بنعمله كاننا احنا اللي هناكله. فقبل ما بناكل الزبون من الحاجه لازم احنا نكون احنا هناكل منها. حبيبي ربنا والله المكان هنا اي حد متواجد اكيد في موجود ان هو في الكويت وخصوصا طبعا السلميه. هو جنب يعني ايه انا هحاول اوصف لكم المكان هنا اهوت بالظبط. تيجوا هنا اهوت المكان يعني المكان مش بعيد. هو جنب السوق القديم هنا اهوت. السور الخلفي للمطافي اللي على الدائري الرابع. اخر الدائري الرابع في اشاره على اليمين المطافي هياخد يمين في يمين. انا السور الخلفي على طول اول محل على ايدك اليسار. تمام. او هو جنب ماكدونالدز هنا. لو ماكدونالدز في السوق القديم عدوا الناحيه الثانيه هتبقوا هنا اهو. جربوا المكان ولسه استنونا بقى ايه في لسه رايحين مطاعم مصريه تانية هنجرب لسه يوم طويل. بس انا والله ما في مكان ياكل حاجه تانية بس هنحاول يعني لسه رايح وان شاء الله نجرب. وده افضل مطعم انا جربته المطعم بتاع صبحه والله شهاده نتعتز بيها والله. حبيبي وبتمنى يفتحوا فروع كتير واكيد في مصر. لا بحسكم ودعمكم لينا ان شاء الله هنفتح فروع كتير باذن الله. حبيبي وداش حبيبي وصلنا للمرحله الاخيره من الفيديو واحنا رايحين دلوقتي عشان نشرب عصير قصب مصري اكيد عشان يبقى تكمله اليوم المصري. ومناسبه اللي انا سافرت مكان بعيد عن المكان اللي انا عايش فيه فاعرفكم بصديقي حسن الصدوق. يا مساء الخير. هلا حسن. هلا حسن. هلا اخبارك يا حسن؟ طمنا عليك. النهارده حسن هو السفير المصري للاكل المصري في الفرعونيه. اساس ان انا ايوه هو السفير المصري عندنا في الفرعونيه. بعد الناحيه الثانيه طبعا لما نذكر الفرعونيه في الكويت اكيد المصريين يعني كميه المصريين صعيده المصريين صعيده. ايوه دلوقتي بقى داخلين ايه؟ السلام عليكم. عصير القصب المصري 2 عصير قصب والنبي. قصب ايه؟ السلام عليكم. وسط في صغير يبقى افضل كمان. انا شربت كتير وكلت طول اليوم كله. لازم تشرب عصير قصب يا مصطفى. انت يعني احنا عازمينك وفي الفرن. بقالك قد ايه ما شربتش عصير قصب يا حسن؟ انا شاربه في مصر اخر مره من شهر انت ونص. عشان لسه جاي من مصر. انا بقالي 10 سنين ما نزلتش مصر حسن. انت عارف الكلام ده طبعا. فخلاص كده انا هعيشك اجواء كده زياره. انا نازل مصر خلاص. هي ناقصه حاجه واحده بس. نازل مصر قريب. ناقصه حاجه واحده في العصاره دي. ايه انت عارف ايه هي؟ ايه؟ تخيل كده ياسين ياسين التهامي. لو في صغير يبقى تمام برضه. وسط صغير اصغر حاجه. يا عم صغير ايه يا عم؟ بقول وسط ولا كبير يا عم؟ وسط يا قلبي. وسط يا قلبي. خلاص يا عم اللي انت عايزه. يزعل له خلاص. لا يس اللي انت عايزه اللي يناسبك انت هاته خلاص. لا نشرب هنا. نشرب عصير قصب. عصير قصب. اي خدمه. الله يا حسن. ايه يا مصطفى؟ اخبارك يا حسن؟ مش هترجع عند الافينيو الثاني يا الفيديو مصطفى؟ ده تكسيبه عندك المدام في مصر. قال لك الواد خلاص بقى فيمس. الواد ده فيمس. ما يعرفوش اللي فيها. ها مش هترجع عند الافينيو؟ تسلم ايدك يابا. صح. هتصور القصب. لا طبعا ده اكيد. صور القصب اهم حاجه. والاحلى قصب. احلى قصب احلى دنيا كلها من احلى شاب احلى مصر. مترو حبيبي. حبيبي متر. والله احلى قصب هتشربه. قصب ولا يهمك هنمسح. لا نشرب.
ولا يهمك عليه 2 1 بس. اتفضلوا يا شباب. هات القطعه مراد. القطعه مراد الاخيره. عصير القصب المصري. لا حسن. ماشي. اخبار القصب المصري معاك ايه؟ في ريحه من الحبايب. والله ده مكانه بقى فين؟ مناقشات طويلة أنا وأخويا حسن، فقررنا إن إحنا هناكل إيه يا حسن المرة دي؟ نختمها بكشري خفيف بقى. هو الكشري كده خفيف؟ بالنسبه لي انا خفيف. يعني اليوم قبل- النهارده كان في فطير مشلتت، في حواوشي وممبار كبده اسكندراني وراحه بالحواوشي، وتقريبا هيبقى ام علي، احنا كده في التمام. كده إحنا ضيعنا خلاص نسيت كده- العصير القصب. كده الدنيا ضاعت بالنسبه لنا يا مصطفى. عصير القصب احنا كده هنبقى في التمام اخر حاجه. ما حدش يصاحب مصطفى يا جدعان. ايوه انا عايزكم فزروا احنا فين كده؟ احنا في مطعم شط، يعني هناكل كشري. اديله كشري بقى والحلويات المصريه. على شال دماغك طبق كشري ليه؟ مش حابب. مش حابب كشري؟ يلا انا مش عايز حابب اكل. اكل قبل ما انام. مش عايز ياكل كشري، عايز ياكل لحمه راس وانا اقول له لا يا حسن لحمه راس كتير قوي. يقول لي لا انا عايز اكل لحمه شفت راس الصعيدي وضاني بياكل؟ انت وبتاع. شفت الصعيدي أعمل بياكل إيه؟ كشري؟ ايوه بعد ما كده بقى ايه احنا كده خلصنا اليوم. نختم بالكشري ونعاد مصطفى يروح نختم عشان انا بالكشري. بقيت صراحه نختم انا مش قادر. نختم بالدقه وبالكشري. انا مش عارف طلبت معانا كشري في اخر اليوم ازاي، بس بسم الله. مع العلم ان هو ممكن ينزل مصر الاسبوع الجاي ويلاقي الحاجات دي كلها قدامه يعني. انا مش عارف ساعتها هل هو يحب ياكلها ده ما ولا دام ده حسن الاحتفال اللي احنا ان شاء الله هناخد كاس العالم، هناخد كاس العالم. واحتفال ان احنا كسبنا الماتش امبارح، هيبقى كل كشري. عشان كده باكل كشري. اللي فات مسكر. عجبكم؟ انتظرونا ان شاء الله في فيديو قادم. مش من غير حسن. ارفع الرايه. من غير حسن. كده فيديو اليوم، ويا رب يكون عجبكم، وان شاء الله نعمل حاجه احسن واحسن. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتابعونا عشان تتفرجوا على كل جديد. خش على الانستجرام تيك توك واكتبوا لنا الكومنتات الحلوه بتاعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.